السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في السيشن الثامنة من كورس جوجل تاج مانجر. لو أنت عندك موقع فطبيعي جدا إن أنت هتكون حاطط لينكات أكونتات السوشيال ميديا بتاعتك زي الواتساب أو اللينكد إن أو فيسبوك. في السيشن دي هنعرف إزاي نتراك الباتونز دي بحيث إن أي شخص يضغط عليها يسمع عندك على جوجل أناليتكس. كمان هنعرف إزاي نتراك أي باتون على الموقع زي مثلا كونتاكت مي. وهنعرف ازاي نتراك السكرول ديبث اللي هو كم شخص نزل لحد 30% او نزل ل 50% او نزل ل 90% او النسبة اللي انت عايزها. طيب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في الاي بي تيستنج، ان احنا مثلا نعمل 2 فيرجنز من اللاندنج بيج بتاعتنا ونشوف انهي لاند بيج اللي اليوزرز بينزلوا فيها لتحت اكتر، وبالتالي هي دي اللاندنج بيج اللي احنا هنعتمدها ونشتغل عليها. او ان احنا نشوف لو في يوزرز كتيره ما بتوصلش غير ل 30 او 50% مثلا من اللاندنج بيج، فبالتالي في عنده مشكله، فانا ممكن اغير حاجه في اللاندنج بيج بتاعتي، اطلع الكول تو اكشن لفوق او اي او اضيف اي حاجه تخلي اللاندنج بيج بتاعتي اتراكتيف لليوزر اكتر. واخر حاجه هي ان احنا نعرف ازاي نعمل ازاي نتراك الفورم سبمشن عن طريق حاجه اسمها element visibility. فيلا بينا بسم الله نعمل اول حاجه، وهي ازاي نتراك الفيسبوك او الواتساب باتونز. فبنضغط على البريفيو وهنروح للبريفيو مود ونشوف لما نضغط على الباتونز دي ايه اللي هيظهر لنا. تمام، هنضغط على الواتساب وهنرجع هنا، هنضغط على اللينك كليك ونروح للفاريبلز. هنلاقي في عندنا كليك كلاسز، هنلاقي في كليك تكست وكليك يو ار ال. احنا هنختار الكليك يو ار ال وهنيجي نكريت التاج بتاعنا. هنختار جوجل اناليتكس ومن هنا نختار الميجرمنت اي دي بتاعنا. طبعا الموضوع بقى بسيط جدا معانا، يعني هنختار الايفنت نيم اللي عايزينه يتبعت لنا. انا هختار مثلا واتساب باتون، والتريجر هنكري التريجر جديد هيبقى عبارة عن just links some link clicks. هنقول له الكليك يو ار ال بيساوي الكلام اللي احنا اخدناه كوبي، وهنسمي التريجر بتاعنا واتساب باتون. وهنا هنسمي التاج GA4 واتساب وهنسيفه. وهنشوف برضو ازاي نعمل تراكنج للفيسبوك بنفس الطريقة. هنضغط على الفيسبوك وهنرجع هنا نضغط على لينك كليكس، هنضغط على اللينك كليكس وننزل على الكليك يو ار ال. هنكريت نيو تاج هسميه فيسبوك باتون، وهسمي التاج وهنكونفيجر نيو تاج هنسميه فيسبوك باتون. هيكون برضو جاست لينكس، هي نفسها نفس طريقة الواتساب. هنحط هنا اليو ار ال بتاعنا وهنختار الكليك يو ار ال ونقول له بيساوي الكلام ده وهنسيفه. طبعا احنا عندنا هنا الايكونز دي هي نفسها الايكونز اللي موجودة تحت نفس التراكنج، لان كلهم نفس اليو ار ال.
دلوقتي هنشوف ازاي نتراك كونتاكت مي. برضو كونتاكت مي دي هي نفسها كونتاكت مي دي اي حاجه. فهنضغط مثلا على كونتاكت مي ونيجي هنا نضغط على كليك. هنلاقي في عندنا الكليك تكست بيساوي كونتاكت مي، هناخده كوبي ونيجي هنا configure new tag. هنختار الميجرمنت اي دي بتاعنا، هنسميه contact me button. انت بتسمي طبعا الايفنت الاسم اللي انت عاوزه يعني. هنختار all elements وهنختار some clicks. هنختار من هنا الكليك تكست بيساوي وسيف، وهنسمي ده GA4 contact me button. بنفس الطريقة ممكن نتراك أي بutton موجودة عندنا. يعني مثلا في هنا see my results، لو ضغطت عليها فهتيجي هنا هتلاقي الكليكس، هتاخد ال see my results اللي هو الكليك تكست، تعمله كفاريبل وتتبع نفس الطريقة. طيب دلوقتي هنروح للبريفيو مود تاني ونشوف الحاجات اللي احنا كريتناها هتسمع معانا ولا لأ. وقبل ما نروح للبريفيو مود تعالى نروح للديباج فيو هنا في جوجل اناليتكس عشان نشوف برضو هتسمع معانا ولا لا. فهنروح للديباج فيو، وسمع معانا الحاجات اللي احنا كنا بنعملها. فنبدأ من تاني. تاني هنضغط على الواتساب وهنضغط على الفيسبوك وهنضغط على كونتاكت مي. هنيجي هنا نلاقي ان كونتاكت مي سمع، الفيسبوك سمع، والواتساب برضو باتون سمع. هنروح لجوجل اناليتكس، هياخد طبعا وقت كالعادة. تمام، سمع الواتساب وسمع الفيسبوك وسمع الكونتاكت مي، فكده تمام شغالين بشكل ممتاز. دلوقتي هنشوف السكرول ديبت، هنشوف ازاي نعرف كم شخص وصل ل50% من الاكونت بتاعي من اللاندنج بيج بتاعتي، وكم شخص وصل ل90% مثلا من اللاندنج بيج بتاعتي. فبنكونفيجر نيو تاج وبنضغط على التاج بتاعنا جوجل اناليتكس 4. هنختار من هنا الميجرمنت اي دي وهنسميه انا هسميه مثلا سكرول، وهننزل تحت نكونفيجر نيو تريجر. هنختار التريجر بتاعنا سكرول ديبث، هنضغط عليه. هنا بيقول لنا انت عايز السكرول يكون بشكل عمودي ولا بشكل افقي. احنا طبعا هنختار الفيرتيكال، انا عايز احسب كام شخص بينزل لتحت. وهنا بيقول لنا النسبة المئوية، انت عايزه يفاير امتى. فانا عايزه يفاير لما يوصل ل50 ولما يوصل ل90. بنفصل ما بين النسب، يعني انا عايزه هنا حطيت كوما، فالكوما دي بتفصل لي ما بين ال50 و90. انا كده عايزه يفاير مرتين، مرة عندي لما يوصل ل50 ومرة لما يوصل ل90. طبعا انت عايز تحط اي نسب تانية بتعمل كوما وبتحط الرقم اللي انت عاوزه. هنا لو عايزها بالبكسلز، يعني لما يوصل ل 200 بكسل 500 وهكذا، بس احنا بنشتغل بشكل اسهل بالبرسنت. تمام، هنا لو عايزه يتراك السكرول ديبت في صفحة معينة، فبتحط البيج يو ار ال بتاع الصفحة اللي انت عاوزها وبتقول هو بيساوي ايه او بيحتوي على ايه. انا هختاره في كل الصفحات وهسمي التريجر بتاعي من هنا السكرول. تمام، وهسيفه. وهنا برضو هسميه سكرول، جي 4 سكرول.
وهسيفه. وتعالى نروح للبريفيو مود. تمام، هو هنا ما سمعش معانا سكرول خالص، فتعالى هننزل مع بعض واحدة واحدة. نزلنا شوية ما سمعش برضو معانا. تعالى كده نوصل مثلا نعدي ال50. أظن احنا كده وصلنا ل50%. لا لسه. تعالى ننزل تحت شوية. تمام، احنا كده عدينا ال50%، فسمع معانا سكرول. موجودة هنا هي رقم 7 سكرول ديبث. لما هنوصل لل90 هيسمع معانا ايفنت تاني للسكرول ديبث. تمام، سمع معانا برضو لرقم 8 سكرول ديبث. وهتلاقي برضو في 9 سكرولز دي جت منين؟ دي جت من الانهانسد ميجرمنتس اللي اتكلمنا عنها السيشن اللي فات في جي اي 4. فتعال نشوف الاول هي السكرولز دي سمعت ولا لا في الديباج فيو، ونتكلم عن الانهانسد ميجرمنتس تاني. تمام، سمع معايا سكرول مره وسمع معايا سكرول مره تانية اهي. السكرول التالتة دي بقى اللي هي في الانهانسد ميجرمنتس. يعني احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الداتا ستريمز ان جوجل اناليتكس باي ديفولت بيعمل لنا حاجه اسمها انهانسد ميجرمنتس. لو ضغطنا هنا بنلاقي ان في هنا سكرولز، فهنوقف السكرولز دي بما اننا عملناها بشكل مانوال. كمان هنلاقي في عندنا فورم انتراكشنز برضو احنا هنوقفها، لان احنا هنعمل الفورم سبمشن هنتراكها بنفسنا. فهنوقف دي وهنوقف دي وهندوس سيف. ممتاز. هنرجع تاني للديباج فيو. حلو قوي. دلوقتي احنا اتأكدنا ان السكرول اشتغل معانا كويس، وكمان الباتنز اشتغلت معانا بشكل كويس. دلوقتي هنشوف ازاي نتراك الفورم سبمشن. ومحتاجين ان احنا نركز جدا جدا في الحتة دي عشان مهمة جدا ما نتلخبطش فيها. دلوقتي انا هدخل اي بيانات هنا. انا هكتب الاسم تيست والموبايل 031 اي رقم، والايميل test@test.com، والمسج هكتبها تيست، وهنضغط على سند. في الحالة دي الفورم بتاعتي بعد ما عملت لها سبمشن او سبميت البتاعة دي ظهرت لي اللي هي thanks for contacting us. ده element ظهر لي. تمام، فاحنا هنستخدم الاليمنت ده في التراكنج. هنعمل التريجر حاجة اسمها element visibility لما يظهر حاجة معينة. ازاي؟ بنروح هنا على جوجل تاج وبنكونفيجر نيو تاج. هنسمي التاج بتاعنا GA4 فورم سبمشن، او نسمي الفورم يعني عشان لو عندنا اكتر من فورم فاحنا عايزين نسميها باسمها معين. هنا مثلا اسمها كونتاكت فورم سبمشن، وهنكونفيجر نيو تاج. هنختار الميجرمنت اي دي بتاعنا وهنسميه كونتاكت فورم سبمشن، والتاج بتاعنا احنا هنا قلنا ان التريجر بتاعنا هيكون حاجة اسمها element visibility. تمام، element visibility بنستخدم فيه حاجتين، اما حاجة اسمها ID او حاجة اسمها CSS selector. فهنستخدم الاول ال ID. بنيجي بقى هنا ومش هنروح للديباج فيو في الخطوة دي. الخطوة دي بنستخدم فيها حاجة اسمها انسبكت. بنيجي عند الاليمنت اللي احنا عايزين نعمل له تراكنج وبنضغط عليه كليك يمين، وبننزل تحت ليه انسبكت وبنضغط عليها. بيفتح لنا الشكل ده، وبتلاقيه علم هنا كده بلون ازرق خفيف على الحاجة اللي انت ضغطت عليها. يعني احنا لما ضغطنا على المربع ده اللي هو thanks for contacting us، جه هنا وعلم لنا على الحتة بتاعته.
لو جينا نطلع فوق او ننزل لتحت هنلاقي ان احنا كل ما بنتحرك كل ما بيعلم لنا على الحاجة في الشاشة. يعني انا كده كل ما بطلع هو بيعلم على حاجة مختلفة في الشاشة. تمام. فاحنا بنيجي عند الحتة المربع اللي احنا عاوزينه اللي هو ده، وبنضغط كليك يمين، او لا اسف، الاول احنا قلنا هنستخدم الاي دي. احنا جينا هنا هنلاقي في فوق حاجة اسمها اي دي بيساوي دبليو بي فورمز كونفirmation 263. فاحنا بنضغط كليكتين هنا كده وبناخد الاي دي ده كوبي، وبنرجع هنا كده وبنحط الاي دي بتاعنا هنا، وبنضغط على بنسميه او هنسميه كونتاكت فورم سبمشن، وبنضغط على سيف. لازم في مشكلة، هنعمل ريفرش للصفحة تاني معلش. تمام، خلينا نكريت التاج تاني. احنا قلنا هنسميه كونتاكت كونتاكت فورم سبمشن جي 4، وهنكونفيجر نيو تاج، نختار جوجل اناليتكس 4، هنحط هنكتب ومن هنا قلنا هنختار الاليمنت فيزيبيليتي، وتعالى نعملها من اول وجديد. هنقفل ده خالص. احنا قلنا احنا عايزين نعمل تراكنج للسكشن ده او للمربع ده او للحتة دي، بنضغط عليها كليك يمين وبنروح على انسبكت، بيعلم لنا على الحتة اللي احنا وقفنا عليها. ولو طلعنا فوق او نزلنا تحت بنلاقي ان بيعلم على الحتة اللي احنا واقفين عليها. احنا مثلا لو جينا هنا هنلاقيه علم لنا على المربع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وفي كلمة اي دي. هناخد الاي دي ده كوبي، هنضغط هنا ضغطتين وناخد كوبي، ونيجي هنا نحط في الاليمنت اي دي في السكشن ده نحط الاي دي بتاعنا، وهنسميه contact form submission، وهنسيفه وهنسيف التاج. هنعمل بريفيو وهنعمل سبميت وهنلاقي ان التاج ما سمعش، وهنعرف ليه. لو نزلنا تحت هنا حطينا تيست وقلنا سند، المفروض ان التاج يفاير معانا، بس للأسف التاج ما مش فايرد. طب ايه السبب؟ السبب حاجة اسمها ضم. ايه هي الضم دي او ايه المشكلة؟ تعال الاول نفتح التريجر بتاعنا مع بعض. هنضغط هنا الضم دي، هنضغط على observe DOM changes. ليه بنضغط على دي وامتى بنضغط عليها؟ احنا دلوقتي الاليمنت ده ظهر لنا من غير ما يحصل اي ريفريش للصفحة بتاعتنا. ازاي يعني؟ احنا مجرد ما عملنا سند الاليمنت ده ظهر عندنا، فالضم حصل فيها تغيير، لكن انا ما اديتش اوردر ان التريجر بيعمل كابشر للتغيير اللي حصل ده. فانا هنا بقول له observe DOM changes عشان ادي اوردر ان هو يكابشر التشنج اللي حصل في الضم. امتى مش بختارها؟ لو كان حولني على صفحة تانية وظهر فيها الاليمنت ده، او قال لي ثانك يو في صفحة تانية. احنا كده عرفنا امتى بنستخدم الضم تشينجز او الاوبزرف ضم تشينجز. لو الاليمنت بتاعي بيظهر في نفس البيج من غير ما يحصل ريلود للبيج، فانا بعمل اوبزرف ضم تشينجز. طب لو بيظهر في بيج تانية، فانا مش بعمل التشيك بوكس بتاع الاوبزرف ضم تشينجز. فلو عملنا هنا سيف
ورحنا للبريفيو تاني، ونزلنا تحت، وضغطنا سند، هنلاقي ان التاج فايرد معانا GA4 contact form submission. ولو رجعنا هنا لجوجل اناليتكس هنلاقي التاج هيفاير معانا دلوقتي، او الايفنت هيفاير معانا دلوقتي. تمام، contact form submission سمع معانا، فكده احنا شغالين كويس. طيب دي كانت اول طريقة في ان انا اتراك الاليمنت فيزابيليتي عن طريق الاي دي. طيب في حاجة تانية، في حاجة تانية اسمها CSS selector، اللي هو انا بعد ما بضغط هنا على الاليمنت ده، بدل ما انا هاجي هنا واخد الاي دي كوبي، بدل ما انا هاجي هنا واخد الاي دي كوبي، لا انا هضغط كليك يمين، وهضغط على كوبي، وهروح لكوبي سيلكتور اضغط عليها. يبقى بنضغط كليك يمين وبنروح لكوبي ونضغط على كوبي سيلكتور، وبنيجي هنا بنحط هنا السيلكتور اللي احنا اخدناه كوبي، وبنضغط على سيف. اي طريقه وبرضو بندوس على observe dummy changes. اي طريقه من الاثنين تقدر تشتغل بيهم اللي يعجبك، سواء اللي انت تاخد لو انت شايف ان انت مثلا ممكن تتلخبط في حته الاي دي، فانت اشتغل بالسي اس اس سيلكتور عادي، او ان انت تشتغل بالاي دي اللي يريحك. لو جينا نزلنا هنا وضغطنا send، هنلاقي ان التاج برضو فايرد معانا. ولو رحنا جوجل اناليتكس هنلاقي ان الايفنت برضو فايرد معانا. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نعمل تراكنج لاي بutton عندنا في الموقع، سواء كان كونتاكت مي او الايكونز دي او كونتاكت او كامبين ريزلتس او ماي اكسبيرينس اباوت مي. اي بutton في الموقع عايز تعمل له تراكنج، سي ماي ريزلتس، اي حاجه في الموقع عايز تعمل لها تراكنج، تقدر انت بكل سهوله تعمل لها تراكنج. كمان عرفنا ازاي نقدر نعمل السكرول ديبت لاي حد بيوصل ل 30% او 20% او 50% من الموقع، او شخص عايزينه يصل ل 100% او 90% من الموقع بتاعنا، نعمل له برضو تراكنج. كمان عرفنا ازاي نعمل تراكنج للفورمز اللي عندنا في الموقع عن طريق الاليمنت فيزيبيليتي بطريقتين، سواء كانت السي اس اس سيلكتور او سواء كانت الاي دي. اي حاجه اللي يريحك فيهم تقدر تعمله. اعتقد ان احنا دلوقتي في الكورس ده قدرنا ان احنا نغطي معظم الحاجات اللي اي ميديا باير يقدر اللي هو او بيحتاج اللي هو يستخدمهم، سواء كان الفيسبوك او التيك توك او جي اي 4. التريجرز كلها تقريبا استخدمناها. فأتمنى ان الكورس يكون افادكم، ولو في اي حاجة محتاجة توضيح أو في أي حاجة محتاجين إن احنا نتكلم عليها ونعمل لها سيشن لوحدها، فأنا معاكم، اكتبوا في الكومنتات ومستني رأيكم. شكرا.